يسعد صباحكم او مساكم اينما كنتم. انا رفيق عادل وانتم بتتابعوا برنامج اصل الحدوته. مسلسل بابا جه ويلا نعرف الحدوته سوا. بصراحه المشهد الاولاني في اخر حلقه من مسلسل بابا جه كان مشهد صعب جدا ومؤثر قوي، لدرجه انه خلاني دمعت. تخيلوا معايا اكرم حسني الاستاذ هشام بيشتغل اب للايجار، بالتالي بيقف جنب ولاد الناس وبيحبهم وبيحل لهم مشاكلهم، وفي وسط كم الفلوس اللي حصل عليها وزحمه شغله ينسى اغلى ما عنده، بنته جودي، وينسى اللي ليها حق فيه في وقته واهتمامه وحنانه وحبه كأب، وانها لازم تتعلم منه قيم ومبادئ واخلاق لان هو ابوها. وقبل ما نتعمق في الحلقه معاكم خليكم معانا لاخر الحلقه، لان في مفاجاه وسر هنقول لكم عليه بخصوص مسلسل بابا جه. الحوار دار كالاتي: جودي بتقول لابوها دي كل الفلوس اللي حوشتها، افتح الحصاله وعدهم وشوف ممكن يخلوك بابا ليا قد ايه. يرد عليها اكرم حسني: ليه كده يا بنتي؟ انت حبيبتي، انا ابوكي طول الوقت. ترد جودي وتقول له: بس انت بتعمل حاجات كتير للولاد التانيين عشان بيدوك فلوس ومش مهتم بيا ومش بتعمل معايا اي حاجه. انا نفسي اشاركك حاجات كتير بس مش عارفه الفلوس اللي معايا هتكفي ولا لا. بيدمع اكرم حسني وبيعيط وبيقول لها: بس يا حبيبتي انت بتقولي ايه؟ انت حته مني وانا عملت كل ده عشانك، عشان يبقى ليا لازمه. اللي شاف منكم المسلسل الجمله دي كانت هي محور التحول في حياه اكرم حسني او هشام في المسلسل. وطبعا المشهد ده كان مختلف عن مسار المسلسل الطبيعي اللي هو كوميديا التعبيري واللفظي، الافيهات بلغتنا البلدي والمعروف بيها اكرم حسني من ايام ابو حفيظه ومن افلامه. ايا كان دوره بطوله او دور تاني، فاكرم حسني مبدع في الحته دي. وبصراحه المشهد ده بينقل المشاهد نقله كونيه، وهقول لكم ليه في الاخر هي نقله كونيه. لو رجعنا مع بعض للمشهد اللي قبل المشهد الخاص باكرم حسني وجودي بنته لما بتقول له: انا هديك الفلوس اللي معايا وتبقى اب ليا قد ايه، هتلاقي اكرم حسني بيتكلم مع ياسر ابن عمته وبيقول له: مين كان يصدق ان الهبل اللي انت عملته ده بيتباع دلوقتي ب30 مليون جنيه. وكأن تفكير اكرم حسني منصب على الفلوس والدخل فقط لا غير. نرجع بقى مع بعض المشهد جودي والاب او اكرم حسني في الكافيه لما طلبت منه ان يبقى ابوها بجد. وليه هنربط او ربطنا ما بين المشهدين؟ هقول لك يا سيدي بس ركز معايا قوي. الربط هنا عشان التفكير، الربط هنا عشان ال30 مليون جنيه، الربط هنا عشان الضنا. المخرج خالد مرعي البارع حب يوضح للمشاهد مدى غلاوة الضنا للأب والأم، بس بما ان المسلسل مركز على الأب فكلامنا هنا على الأب. أكرم حسني قبل مشهد الكافيه مع بنته كان كل تفكيره رايح ناحية ال30 مليون جنيه والراحة اللي هيرتاحها وازاي هيأمن لها مستقبلها هي وممكن ولادها، فالتفكير كله منصب على الفلوس. أما بعد المشهد اللي حصل ما بين جودي وأبوها في الكافيه اتغير تفكير أكرم حسني أبوها وقرر إنه يلغي فكرة بيع الفكرة، تنازل عن ال30 مليون جنيه. ودي الفكرة أو الدرس والعبرة اللي حاول يوصلها المخرج والممثلين والعاملين وكاست الشغل كله واللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا. العبرة والدرس دول وصلوا في قالب كوميدي لذيذ خفيف طريف محترم وراقي، من غير الكوميديا السفلة، من غير البلطجة، من غير عوجة البق، من غير قتل ولا سرقة ولا طار ولا تجارة أثار ولا تجارة سلاح ولا خمور ولا عري وإلى آخره. عشان كده يستحق يبقى ترند، عشان كده يستحق نرفع له قبعة ونديله حقه بالكامل. ومن هنا بقول لكم اللي لسه ما شافش المسلسل يا ريت يتفرج عليه، هيفرق معاه كتير قوي. شفتوا بقى النقلة الكونية اللي قلت لكم عليها في أول الحلقة؟ من 30 مليون جنيه عيشة مرتاحة وتأمين مستقبل وحاجات كتير مريحة قوي، لفجأة كرسي في الكلوب وقلب ومفيش بيع الفكرة ومش عايز الفلوس. أنا عايز حاجة واحدة، عايز بنتي. ولا فلوس الدنيا كلها تساوي اللي حصل ما بين أكرم حسني وبنته في الكافيه. ورجع لبنته وبقى أب، ورجع يشتغل تاني وعمل مشروع جديد بعيد تماما عن فكرة أب للإيجار، والأشياء بقت معدن والدنيا مشيت. ودلوقتي جه وقت مفاجأتنا معاكم والسر اللي هقول لكم عليه. مسلسل بابا جه مأخوذ أصلا من رواية كورية، وتم إنتاج فيلم كوري بنفس الرواية. ياما روايات كتير اتعملت في كذا مكان في العالم بثقافات مختلفة، نجحت هنا
ونجحت هنا. مش عيب انك تقتبس عمل فني، الاهم انه يظهر للمشاهد بممثلين حابين الشخصيات وبيبدعوا فيها وحابين العمل نفسه وقادرين يوصلوا الرسالة. مش كده بس، وقادرين يقنعوا المشاهد ان هو ده الصح. تحية كبيرة قوي لكل طاقم العمل الخاص بمسلسل بابا اللي ضحكنا وبكانا وقدم رسالة كبيرة قوي في اطار كوميدي، ان ولادنا هم اهم حاجة في دنيتنا، اغلى من اي حاجة في حياتنا، لازم نهتم بيهم ونديهم وقت اكتر ونقعد معاهم ونسمع لهم. تحية كبيرة قوي للمؤلفين وائل حمدي ومحمد اسماعيل، تحية كبيرة للمخرج خالد مرعي، وتحية كبيرة للفنان أكرم حسني اللي قدر يثبت بمرور الوقت انه بينضج فنيا. شفناه في المشهدين، مشهد يضحك ومشهد خلانا نبكي بالدموع، وقدر في المشهدين يوصل لنا الإحساس بشكل رائع. في النهاية والدرس اللي لازم نبقى عارفينه كلنا وأنا أولكم، إن المعادلة صعبة والاختيار أصعب ما بين 30 مليون جنيه وبين ضحكة ابنك وهو في حضنك اللي أنت سبب سعادته في الدنيا كلها. كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. أشوفكم على خير.